السلام عليكم، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ الصلاة هي عمود الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. علشان كده النهاردة جبت لكم جدول بسيط ومنظم يساعدكم تتبعوا صلاتكم في وقتها وما تضيعوش ولا فرد بإذن الله. يلا بينا نبدأ مع بعض. وأول حاجة هنحتاجها وهي ورقة تكون بيضة. أنا دي ورقة من كراسة رسم كبيرة ومقاسها 34، آه الطول 34 في عرض 24. تمام. طبعا اي ورقة عندكم بيضة، مش لازم من كورس رسم. يلا بينا. جبت بقى قلم سبورة وهكتب بيه كلمة جدول الصلاة. ممكن اي لون عادي، بس انا بفضل اكتب بالقلم ده، وكتبتها عادي جدا. وعشان ازين الكلمة شوية هعمل جنبها قلب بالهايلايتر. الخطوة اللي بعد كده هكتب بالأيام الأسبوع بالرصاص. جبت بقى الألوان الجليتر وهكتب أيام الأسبوع اللي حددتها بقلم رصاص، وغمضت عيني وطلعلي البيربل بس عشوائي، والله أنا مكنتش مفتح. جبت بقى المسطرة وهعمله كده زي المنظم العادي جدا، يعني هعمل خطوط كده بالعرض وبالطول. بصراحة هو أنا كنت عاملاهم علشان أظبط بس كل يوم يبقى قدامه الخمس مربعات، الخمس دواير يعني اللي هنعمل عليها علامة صح بعد ما نصلي. بس بصراحة عجبني وفي الآخر ما مسحتوش. هنا بقى نكتب الصلوات الخمسة المفروض علينا في اليوم، اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هنكتبهم ويستحسن بنفس اللون اللي كتبنا بيه جدول الصلاة، علشان كده يكون شكل الجدول منظم كده، مش مليان ألوان وفي نفس الوقت مش كئيب، فهنخليه ما بين البنين، يعني برضه شكله يفتح النفس ان احنا يشجعنا على الصلاة في نفس الوقت ما يكونش كئيب وكده. اكيد انتوا فاهميني. هكتب بين الركعات عند كل صلاة، طبعا احنا اكيد عارفينهم، بس برضه كده لما نكتبهم بشكلهم احلى. كتبت عند الفجر 2، وعند الظهر 4، وعند العصر 4، وعند المغرب طبعا 3، وعند العشاء 4. تمام. وطبعا ما ننساش نصلي السنن، مهمة جدا. الخطوة اللي بعد كده اللي هتفهموا عملناها ليه دلوقتي، جبت المسطرة وعملت الدواير دي. عملت منها 5. تمام. نجيب هنا بقى اي لون انتوا حابينه يكون في الدواير دي اللي هنعلم يا جماعة عليها علامة الصح في الجدول. انا لونتها بألوان خشبية باللون البيربل، بما ان يعني لونا زي ما قلت لكم في الاول عايزين الجدول يكون منظم، فانا لونت الايام الاسبوع باللون البنفسجي، فحبيت برضو الدواير دي تكون باللون البنفسجي. هنجيب بقى قطعة سولوتيب وهنحطها على الدواير دي. بعد ما حطيت السولوتيب هقصها. تمام. هنعمل بقى من الدوائر اللي عملناها دي 30 واحدة، وانا بخلي كل صف فيه 5، فهتلاقوها خلصت معاكم بسرعة، وعلى فكرة مش بتاخد وقت واسهل وسهلة جدا، واسهل من ان احنا نحط السولوتيب كله على الجدول، فدي بطريقة سهلة جدا. انتوا هتشوفوا برضو وانا بعمل. عملتهم كلهم وبجد ما خدوش مني وقت خالص. هلزقهم بقى بالجلو على الجدول. هو ده كان اللي قصدي عليه، هنحطه ما بين كل صلاة ويوم. طبعا كل يوم فيه 5 صلوات، فهتلاقوا 5 صفوف، فهتفهموا دلوقتي وانا بعمل. هزينه بقى بحاجة كيوت خالص. حطيت الستيكر دي، مش عاوزاه كده يكون دوشة قوي، فخليته هادي كده.
وهلزقه جنب المكتب، محبتش الزقه على المكتب علشان فيه to do list وفيه منظم يومي وكده، فمحبتش ان المكتب يكون فيه شغل كتير اوي فحطيته جنب المكتب، وجنب المكتب حسيته كده ده شكل الحيطة الفاضية دي، ده شكله النهائي بجد حلو اوي. دلوقتي اقولكم فايدة البلاستر اللي حطيناه على الدواير، ان احنا كل يوم لما نصلي هنعمل علامة صح اهو، اقدر بقى ان انا امسحه بكل سهولة. وعلى فكرة ده منديل ناشف مش حاطة فيه اي حاجة خالص وبيطلع بكل سهولة. زي برضو فكرة التو-دو ليست وفكرة المنظم اليومي اهو، منديل ناشف. هسيب لكم لينك الفيديو بتاع ترتيب وتزيين المكتب، هتشوفوا برضو طريقة المنظم والتو-دو ليست هيعجبكم قوي، في برضو نفس الفكرة دي هيخلينا ان احنا نستخدمه كتير جدا. بعد برضو ما نخلص الاسبوع هنمسح ونرجع تاني وهكذا ونكتب ونمسح، بجد الفكرة قمر.